السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اللقطة اللي معانا هي لقطة مدير فني يحرز هدف. ازاي مدير فني يحرز هدف؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل في مباراة الاتحاد السكندري مع المصري. بيدرب الاتحاد السكندري ايه؟ المدرب الكابتن احمد سامي. احمد سامي عنده اسلوب في الضربات الركنية من ساعة ما كان بيدرب سموحة. بيعمل ايه؟ بيدرب اللعيبة بتاعته على انهم في الضربات الركنية يقفوا كلهم عند عرض القريبة، بحيث انهم بيحجزوا حارس المرمى وراهم، وفي نفس الوقت بيعملوا تكتل داخل خط المرمى. بتترفع الكورة، اي حد هيلمسها تخش جول. هو بيلعب على دي. مش كده وبس، بنلاقيه كمان انه بيعمل لعيب طاير. هنبص نلاقي لاعب من لعيب الاتحاد فاضي لوحده. يعني الكورة لو راحت للخلف هنلاقي لاعب والمرمى كله فاضي قدامه، ممكن يحط جول بسهولة. يبقى لما يكون هناك تخطيط وتدريب جيد للعيبة على لعبة وتنجح ويجي منها هدف، يبقى المدرب هو اللي حط الهدف. جود بلاي كابتن احمد سامي. خدوا بالكم يا الفرق اللي هتلاعب الكابتن احمد سامي، دي طريقته مع الضربات الركنيه. اشكركم. يلا تابعونا، لايك وشير واشتركوا على القناه علشان نجيب لكم كل جديد وكل جميل وكل غريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.